هل سألت نفسك يوما إن كان الله تموت من أجله؟ تعال نجاوب على السؤال. سألت نفسك قبل كده ان ربنا عاوزك فعلا تموت عشانه؟ حلو السؤال ده. سألت؟ لا. ليه؟ ليه ايه؟ ليه ما سألتش؟ ما جاش في بالي. طب بنسأل اهو دلوقتي، هل فعلا ربنا عاوزك تموت عشانه؟ اكيد طبعا، يعني اجابه نعم 100%. ربنا عاوزك تموت عشانه؟ اه طبعا. المشكله وانا بموت وانا بعبده، فاهم؟ وبموت على عبادته. ايه المشكله؟ مش تفرق. اي حد هيمنعني ان انا اعبد ربنا، بالتالي انا المفروض مني ان انا اقتله. فاهم قصدي؟ وممكن وانا بقتله اموت، فكده انا ميت في سبيل الله. هي اسئله تافهه جدا طالعه من شخص يعني. طب ناخد السؤال اللي بعديه. إن كان الله يريد فعلا أن تموت من أجله أو أن تعيش من أجله؟ حلو الزوم. عجبني الزوم، حاسس ان هو بيقول كلام مهم يعني. طيب جاوبنا على ان تموت من اجله. حلو. طيب هو ربنا عاوزك تعيش عشانه؟ ده بقى سؤال اصعب من اللي قبليه واعمق من اللي قبليه. عشانه؟ عشان اعبده، مش عشانه. عشان اعبده. هو مش محتاج عبادتي في حاجه، بس انا عشان اعبده. يعني هو ربنا محتاجك تعيش عشانه؟ لا، مش محتاجني طبعا. ربنا مش محتاج لاي حاجه يعني. البديهيات دي. طيب كده السؤال التاني. بديهيات الالوهيه، اصلا فكره الالوهيه. ايوه. في اله، الاله ده مش محتاج اي حاجه من عبادته. طب امال هو خلقنا ليه؟ عشان تعبده. يعني هو محتاج ان احنا نعبده؟ لا، مش محتاج نعبده. امال وانت لو مش عايز تعبده ما تعبدوش يعني. طب مش ثانية، احنا اللي محتاجين نعبده عشان نخش الجنة. احنا اللي في حاجة الاله، مش الاله اللي في حاجتنا. ايوه بس موضوع بسيط يعني. وهل الله الذي يحرم القتل ويمنع القتل يريدك أنت العبد الضعيف أن تدافع عنه؟ انت ضعيف، ربنا عاوزك تدافع عنه؟ سؤال مستفز يعني عايز اقول لك صياغة السؤال مستفزة جدا يعني. طيب انت بقى كعبد ضعيف، ربنا عاوزك تدافع عنه؟ انا دافع عنه قصاد مين؟ قصاد عبد ضعيف برضه. انا دافع عنه قصاد حاجة اقوى مني يعني؟ لا. عن الله بالموت. الغريب في الأمر أن جميع المتقاتلين في التاريخ وربما في الحاضر، بل من المؤكد في الحاضر أيضا، ظنوا أنهم يموتون في سبيل الله وأن قتالهم هو من أجل غاية سامية ونبيلة. لكن من قال إن الآخرين لا يموتون أيضا وفي المعركة نفسها في سبيل الله وهم أيضا شهداء حتى وهم أعداؤك؟ مثلا هو عاوز يجيبها لك ازاي؟ ان هو بيكلم مصريين، فهو عاوز يسقط الموضوع على ان انت مصري صح؟ مسلم او مسيحي صح؟ تمام. هتحارب مين؟ اسرائيل صح؟ ماشي. ازاي انت بقى فاكر ان انت كده بتدافع عن ربنا فهتموت في الحرب دي شهيد، وان اللي قدامك مش هيموت شهيد وان هو اللي بيدافع عن ربنا؟ عشان دي ديانة ودي ديانة يعني. ده سيستم وده سيستم. ده سيستم ليه مفاهيمه وليه مكوناته وليه اساساته اللي هو الاسلام. ده سيستم انا مؤمن بيه وبعمل بيه، وهو ليه سيستمه. اليهودي ده ليه سيستمه وهو مؤمن بيه وهو بيعمل بيه. فاهم قصدي؟ الفكرة كلها على مر التاريخ ايه السيستم الصح. بس هو بقى عاوز يفهمك ان هو زي ما انت ما هتموتش اي اختلاف في الدنيا يعني. اي شخصين بيتخانقوا في الدنيا حتى لو في الشارع، ده بيبقى عنده وجهة نظر وشايف اللي قدامه غلطان، والتاني عنده وجهة نظر وشايف اللي قدامه غلطان. ماشي. بيتخانقوا. هو بقى عاوز يشيل منك هو اللي قدامك فكرة العقيدة. بالظبط. هو عايز ينزع حتة العقيدة اللي هي اصلا هي دي اللي بتميزنا، نقطة قوتها. بالظبط. عدوك عنده امكانيات الدنيا كلها صح. عنده اخر التكنولوجيا واخر الدرونات واخر الدبابات واخر الطيارات واخر الاف 35 واخر الاف 22 وحملات الطيارات، وعنده كل حاجة في الدنيا والفلوس. صح. انت ما عندكش غير الشهادة، العقيدة. بس انا رايح انا رايح حابب اموت، واللي قصادي جاي خايف يموت. بس فهو عاوز بقى يشيل منك الحاجة الوحيدة اللي عندك. لكن من قال إن الآخرين لا يموتون أيضا وفي المعركة نفسها في سبيل الله وهم أيضا شهداء حتى وهم أعداؤك؟
ألا يستحق موضوع الشهادة مراجعة شاملة؟ لا يستحق. يستحق يا عم، راجع يا عم. وأن يتوقف استغلال الأشخاص وإقناعهم أنهم يموتون في سبيل الله من أجل تجنيدهم لأهداف لا علاقة لله بها. تلك هي المسألة، هذه هي المعضلة. يمكن معلش هو بيتكلم عن ايه، بس كلامه عام برضه. يمكن هو بيتكلم عن اللي هم الجماعات الارهابيه اللي بتستغل فكره الجهاد في سبيل الله غلط، وبتغسل عقل بعض الشباب صغير ان هو صغير، وبتستغل الشباب دول في ان هم يضحوا بنفسهم مقابل مصالحهم هم الشخصيه. ماشي. لو هو قصده على الكلام ده فماشي، بس لو قصده على دوله مصر فاهم وجيشها، لا موضوع مختلف. ما هو هياخدك من ناحية الجماعات ويروح هادد العقيدة كلها. هنا بقى يطلع فانت تيجي بقى تحارب في جيش مصر تقول احنا بنحارب يهود ودول موحدين بالله. ماشي. وهم كمان شايفين اللي هم لو ماتوا يبقى شهداء، ودي حقيقة عندهم هذا الاعتقاد. ماشي. وان هم بيدافعوا عن شعب الله، دي حقيقة برضه اعتقادهم. حلو. وان هم بيحاربوا حرب مقدسة، بيحاربوا حفاظا على القدس اللي هي بتاعتهم، حقهم التاريخي. تمام. ماشي. وانت بتحارب، انت معتدي عليهم، انت الظالم whatever، انت اللي داخل عليهم ولا هم اللي داخلين عليك. ماشي. فاهم قصدي؟ وانت من الامم، انت اقل درجه منهم. ماشي. كبني كليفل بني ادمين. فاهم قصدي؟ انت بني ادم بشرطه، هو بني ادم فعلا. حلو. فهو بقى ايه، عاوز يشيل منك بقى حته اللي هو لا انت مسلم وهتخش الحرب وبتدافع عن بلدك، او عاوز تحرر القدس فانت هتموت شهيد. لا، شيل بقى الحته دي منك، شيل الحته دي خالص. ان هو هنا بيتكلم المصريين، مش بيتكلم الكلام ده جديد حره جديد ده جديد. ده خلاص موضوع الارهاب وسينا والدنيا والجماعات وخلاص اتشال من زمان، واتهرس كتير يعني، اتقال كتير بالاعلام، مبقاش موجود خلاص. مبقاش موجود دلوقتي. مين اللي موجود؟ هنعتبر مثلا ان الشرع هو الجماعات. الشرع مش جماعه، الشرع دلوقتي ماسك سوريا خلاص. فاهم قصدي؟ فين هنعتبر حفتر واللي قدام حفتر ده اللي هو مش فاكر والله اسمه الدبيبه ده، ولا مش فاكر اسمه ايه. هو دول الجماعات؟ مش جماعات برضه. مش جماعات. فين الجماعات؟ هنعتبر ان حميدتي جماعات؟ ما فيش جماعات. اللي هو داعش بقى وجبهة تحرير سيناء والكلام ده، او جماعة تحرير سيناء، ما فيش الكلام ده خلاص، ما بقاش موجود. فهو دلوقتي لا، هو ما بيتكلمش على الجماعات دي خالص. هو ممكن يحطها، لان ما اعرفش بقى الحالات اللي هينزلها يتكلم فيها يقول ايه. ماشي. بس ممكن هو يحط الجماعات كسبب لنشر البروباجندا اللي هو عاوز يقولها، انه كذريعه يعني يلفها يعني. عشان يلفها حلو. بس انا بقول لك لا، الحرة امريكيه والله. القناه امريكيه اصلا على التلفزيون ولا التلفزيون. القناه دي امريكيه والله. يعني هي قناه عربيه بالعربي امريكي. بالعربي اصلها امريكي. يعني التمويل بتاع كله امريكي، البروباجندا كلها امريكيه. تسجلها منين بقى؟ من مصر؟ في الغالب هتلاقيها على النايل سات او حاجه. الحر زي بسم الله الرحمن الرحيم، زي BBC العربيه مثلا. دي بريطانيه، انت عارف ان هي بريطانيه، بس الحره دي ايه، ما مش باينه قوي زي مثلا BBC كده. ده اسم عربي وجايبين مذيعين عرب والدنيا كلها عربي في عربي، فايه مش باينه قوي ان هي امريكيه. بس هي امريكيه، البروباجندا كلها امريكيه. طبعا الامريكان بيخدموا على مين؟ مفيش غيرها، هي اسرائيل، مفيش حد تاني. في مش عارف. اديله قرار ازاله. اديله واحد قرار ازاله.